اهلا بندى. ندى كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ ندى انا شايف انه حجابك هذا كثير بتقلتيه، ما بعرف ليه. لا ما بدك تظهري للعالم. لا لا لا، انا حطاه كده، انا حطاه. هذا السبب. لا. ندى فلسطينيه الاصل، وكنت عايشه في سوريا. ثم جيتي الى مصر. اجيت على مصر. صار في قصه معك بينك وبين صديقتي صابرين، رح برويها للناس بعدين ندردش شوي مع ندى. صديقتين كانوا جيران بسوريا، انتقلوا للعيش في مصر، كان لهم نصيب كل وحده في مصر، كل وحده تزوجت شاب مصري وعاشوا وخلفوا. بعدين ما بعرف شو صار. هلا تروي لنا ندى بس يعني صار في شك بالخيانه، يعني شك من صابرين اللي طلقها زوجها بعدين، وندى اللي طلقها زوجها ايضا بعدين. صار في شك من صابرين صديقتها بانه ندى لها علاقه مع زوجها. هلا جاي ندى، جاي بعد تقريبا سنه ونص من القطيعه، جاي توضح الامر وجاي تعتذر من صابرين وتقول لها انه مش صحيح انه كان في شيء بيني وبين زوجي، بدنا نسترجع صداقتنا. خبريني القصه كيف صارت؟ انا اجيت هون على مصر سنة 2009. على فكرة ندى فلسطينية وصابرين سورية. بس عشنا وتربينا هناك، كنا في سوريا فترة طويلة وقعدنا فيها ونشأنا هناك. نعم. فاللي حصل ان انا اجيت هون على مصر واستقرينا انا وهي لوحدي وتجوزنا. يعتبر 2 اصحاب او اخوات مع بعض، وسكننا في نفس العمارة وقعدنا فيها. وبعد كده زي يعني كانت حياه كويسه وماشيه الحال. حياه كويسه. وازواجكم اصدقاء كانوا اصحاب، يعني بيعرفوا بعض. لما يكون في مشاكل عند وحده يتدخلوا الاطراف الاخرين. كان بيجي جوز الخلافات بين الزوجين. كان يجي جوز صابرين ويجي يقعد يحل المشاكل معنا. نعم. بالنسبه بين جوزي محمود. طيب بس اكثر انا. عندك اولاد ندى؟ لا انا لا. صابرين عندها اولاد؟ عندها بشار وجنى. نعم. طيب شو صار؟ هاتي لنشوف، خبريني. هو كل اللي حصل انه كتر كان بيجي يحل المشاكل معنا ويحضر ويسمع وكل شيء، بس لما حصلت خلاص زادت الامور عن حدها، اضطريت ان انا افصل عنه لمحمود. بعدها في يوم من الايام لقيت الباب بخبط. محمود زوجك يعني؟ محمود جوزي. لقيت الباب بخبط، فلقيت مصطفى على الباب، فبقول له ايش في؟ قال لي انا عايز احكي معك في موضوع. قلت له اتفضل، دقيقه بس اجيب الشاي. ما في ثواني لقيت الباب بخبط، رحت افتح لقيت صابرين في وشي. فقعدت تصرخ تقول لي انا كنت شاكه فيكي، انا عارفه انك انت في حاجه بينك وبين جوزي، انت كده طلعتي عن الحدود، ما اعطتني فرصه اني اتكلم معها، احكي معها كلمه أبدا. او اراجعها، او هي تحكي معايا وتتكلم معايا او تسمع لي، تدي لي فرصه. ما حبت تسمعي؟ ما الصدمه، او افتكرت في صدمه، هي بس قفلت على وشها، او بالاصح غوشت على وجهها، ما قدرت تديني فرصه ان احكي معها او اوضح لها الظرف ايش هو. فشدت معايا وسبتني ومشيت. حاولت افهمها مره واثنين وثلاثه، ما قدرت. بعدين ما ده لما اللي عرفته بعد كده جوزها طلقها. يمكن في مشاكل تانية غير مشكلتي، بس انا حاسه ان مشكلتي هي ممكن تكون هي اساسها. انها كبرت الموضوع وتفاقمت الامور بينها وبيني، فوقفت خلاص. فراح هو عرفت انه هو طلقها وسحب منها الولد والبنت. طيب انا بشكرك انك جيتي على البرنامج حتى تصلحي علاقتك مع صديقتك. خلاص ان شاء الله. بتعتقدي رح توافق؟ هي لو حتى حاجه زي كده ممكن اذا يعني زي كيف احكي لك، ان هي اذا ما انت بحاجه بغاليه عليها زي بنتها، او تفهمها او تتكلم معها، او مش عارفه. انتم بسن بعض تقريبا انت وصابرين. يا ستي انا لبيت دعوتك وارسلت رساله لصابرين. خلينا نشوف اذا الرساله وصلت وشو موقف صابرين. تفضل. اهلا استاذ جورج، احنا النهارده رايحين للحاجه صابرين عشان نسلمها دعوه الحضور.
اهلا وسهلا. صابرين اهلا بك. حضرتك عندك 35 سنه؟ ايه. عندك طفلين؟ ايه. اسمهم ايه؟ عندي بشار وعندي جنى. ربنا يخليهم. الله يرضى عليك. حضرتك بتشتغلي؟ لا. ما بتشتغليش؟ طيب دي دعوه بالبرنامج جورج كرداحي. بتاعت شو؟ هو برنامج لجورج كرداحي، والاعداد هيكلم حضرتك واتفق معاكي على هتيجي امتى وكل التفاصيل. ان شاء الله. خلاص. مثل ما بتعرفوا مش سامعة شو عم بصير، بعد شوي بنندهلها. بس لخبركم القصة انه ندى صديقتها اجت على هذا الاستوديو حتى تطلب منها تسامحها ويسترجعوا العلاقة بعد ما صار في خلاف بينهم عمره 1.5 سنة. الخلاف سببه انه صابرين شكت بندى انه كانت على علاقة مع زوجها الذي طلقها ايضا لصابرين. بنشوف كل الحكاية من جميع الجوانب ومن نادي صابرين. اهلا بصابرين. اهلا وسهلا. اهلا صابرين، كيفك؟ الحمد لله. كيف احوالك يا عيوني؟ طمنيني عنك. الحمد لله. صابرين طمنيني، من سوريا حضرتك؟ اها. من وين من سوريا؟ لاذقية. دايما بتتنقبي هيك؟ لا والله. مشان البرنامج فقط؟ لا يعني. ليه بقى؟ تعي كاشفة، شو الموضوع؟ والله ما في، هي حكاية خشة بس ما أكتر. لأنك مش عارفة شو اللي ناطرك بالاستوديو هون. فعلا. شو بتعتقدي ناطرك؟ والله أنا لما جات لي الدعوة نعم. قالوا لي الأستاذ جورج نعم. بتعملي معه مسابقة. نعم. قلت لهم إيه؟ ومش بس مسابقة، قالوا لك مسابقة؟ أها. يا الله، 100 مرة قلت لهم ما تقولوا في مسابقة. أها. اشترك. ما في مسابقة. أما شو في؟ مشي هيك جاي نتعرف عليك. أهلا وسهلا. قالوا لي في ست صابرين من سوريا من اللاذقية عايشة في مصر وهيدا. قلنا طيب يا ريت. بتعرفي تغني؟ لا والله. ولا بتغني؟ لا والله. صابرين طمنيني، كيف حياتك الاجتماعية؟ شو عندك؟ متزوجة، مطلقة، في عندك أولاد؟ خبريني شوي. أنا كنت متجوزة. كنت؟ حاليا طالقة؟ مطلقة. وعندك أولاد؟ شو عندك أولاد؟ عندي بشار وعندي جنى. بشار الكبير؟ ما شاء الله. قديش عمره؟ 4 سنين. 4 سنين. وجنى 3. وجنى 3. اسم الله، حلوين الأسامي، الله يخليهم. وهني معك عايشين معك؟ لا للأسف. ليه؟ أبوهم واخدهم. أبوهم أخذهم؟ كيف؟ يعني حصل انفصال. ما عندك حق الحضانة إلى سن معينة؟ ما هيك، حصل مشاكل واخدهم غصبا عني يعني. غصبا عنك. بالضبط. وبتشتغلي أنت، بتعملي شيء حاليا؟ لا 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 أبدا. في عندك حدا من الأهل هون؟ لا. عايشة وحدك؟ ما في شغل؟ ما وكيف ماشي الأمور معك؟ من الله. من الله. من الله. صابرين، بس بدي اقول لك شيء، مش انا صاحب الدعوه الحقيقه، هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. بقى عاده انا وسيط خير، في ناس بيلجأوا لي لحتى انا ادعي اشخاص اخرين يجوا على الاستوديو، بيكون في عندهم مشاكل بين بعض، بنجرب نحلها. بقى بدك تعرفي مين صاحب الدعوه؟ ايه اكيد. بدك تطلعي بهالشاشه. ما بعرف إذا كانت منقبة قبل ما تجي لهون، تعرفيها؟ طبعا. عرفتيها مين؟ طبعا. اسمها ندى. طبعا. فلسطينية. أنا يعني أنا لما جيت لهون جيت عشان خاطر سيادتك. أنا لو بعرف إن هي هون أنا ما كنت جيت. بدي أقول لك شيء؟ لا ما بتقلي شيء. لا ما بتقلي شيء. هلأ؟ ليه ما بدك شيء؟ كده. عشان هي ما قد الثقة اللي أنا أعطيتها إياها، وما كانت الأخت اللي أنا اخترتها أو الصديقة. هي ما صديقة كانت، هي كانت أخت، كل شيء ما عملت معها شيء. إيه. يعني أنا ما بعرف شو أقول لك. أو أنت تفاجأتي يعني؟ أكيد. وما تكوني زعلانة مني؟ لا زعلانة كتير. مني أنا؟ عشان أنت، أنا لما جيت على هون أنا جيت عشانك. أنا بشكرك. أنت ما بتعرف. وأنا بقدر هالخطوة.
وانا مقدر هالخطوه، وان شاء الله يكون فيها خير هالمجي لهون، ان شاء الله يكون فيها خير. صابرين ما تزعلي، هذا البرنامج هي طبيعته. انا برحب فيكي وبحترم كل انسان، وبحترم مشاعر كل انسان، وخاصه مشاعرك انت هلا، وانا بعرفك انك مجروحه لانه انا عرفت القصه والحكايه، بس يمكن يكون في ظلم يا صابرين، انتبهي. مهما بقول لك غير ما بياخذوا منك ضناك ويبعدوك عنه، دي كتير بتوجع. طبعا كتير بتوجع لما بتبقى انا بعرف واخد ثقه في حدا طبعا بيطلع ما قد الثقه، ما قد الثقه ويخونك اكيد اذا في. بس قد يكون هنالك ظلم، قد يكون هنالك ظن في غير محله. على كل حال ندى اجت وقررت امام الملايين انه تجي وتحكي لك الحقيقه وتعتذر منك. ما بدي اياها، ما بدك اياها، ما بدي اياها. بعثت لك رساله رح بقرا لك اياها، بس بعدين بتقرري انت اذا بدك تحكيها ما بدك تحكيها، بس هالرساله لازم اقرا لك اياها وبعدين بتقرري اذا بتحبي تسمعيها او لا. بتقلك: صديقتي الحبيبه الغاليه صابرين، وحشتيني كثير يا صابرين، واعرف انك لا تطيقي سماع صوتي او رؤيه وجهي، عارفه، لكني والله العظيم، والله العظيم يا صابرين انا مظلومه يا صابرين. حين جئنا الى مصر، جيتوا سوا، كنا نحلم ان نبدا حياه سعيده تعوضنا عما يحدث في بلدينا، لكن ما حدث كان قاسيا علينا يا صابرين. انا اذكر كل جميل فعلتيه معي، اذكر علاقتنا الطيبه منذ كنا في سوريا، واذكر مساندتك لي في بدايه زواجي، اذكر كل ذلك صابرين، واعترف بجميلك، فكيف تتخيلي انني ممكن ان اخونك؟ شفتي وين عم لك ممكن يكون في ظلم؟ يا صابرين اقسم لك انني لم اخنك، وانني مظلومه من كل ما تظنيه، وها نحن الان وحيدتان، فلماذا الخصام؟ يا صابرين انا اسفه، واعتذر لك امام الكاميرات وامام الملايين، لانك غاليه علي، ولانني لا استطيع ان اعيش بدونك، فسامحيني ولنبدا من جديد، والمسامح كريم. ما بقدر اسامح. بس هالكلام اثر فيكي شوي؟ اثر فيني اني انا ما عملت معها شيء وحش. هي بتقول ما عملت شيء، كل شيء كنت بعمله، ولا صار اي شيء بينه وبين زوجك ابدا. كنت هي حلفت كنت ليها اكثر من اخت، كنت كل شيء ليها. طيب بس انما ليكي في حدا منا معصوم يا صابرين؟ لا طبعا. احيانا بنشك غلط بالناس، ما بتعتقدي انك ظنيتي غلط فيها؟ لا يا ندى كلميني ندى، كيف هي شكت وظنت؟ هي لما اجت خبطت الباب شافته قاعد لسه ما كان لسه مبلش داخل، فاول ما دلها افتكرت في حاجه، انا ما بعرف ايش اللي حصل في اللحظه هذه، انها هي جتها انفعلت وتضايقت وبدات تصرخ وتغوش علي وتزعق. طيب قبل بس هو شو اجى يعمل عندك بالبيت؟ ما لسه قال لك بدي احكي معك في موضوع، ما كمل قلت له بس اجيب الشاي دقيقه واحده وجايه. هي حتى لسه ما دخلت باب المطبخ هي خبطت، كانت ورا، فتحت الباب لقيتها. طيب حتى ما عرفت السبب هو شو عاوز. انت شفتي شيء مش مزبوط؟ لا. طيب ليش بنيتي شكك يعني على شو؟ بقول لك هو على طول مهتم فيها، مهتم بمشاكلها، على طول سيرتها على طول. طب ليه؟ بلكي لأنها صديقتي. لا ما بيصير. أنا بالنسبة لي ما بدخل جوزك لعندي وأنت ما معه. ليه بدخله؟ ولا صح؟ هلا صح، بس بجوز عن نية طيبة. لا يعني باعتبار أصدقاء، أزواجكم أصدقاء. بدق الباب أنت جاية من غير مرتك، بنزل شوف مرتك، تعي معه، شوفي اسمعي اللي بده يقول لي اياه، انما بدخله بقفل بسكر الباب وبدخل المطبخ ليه؟ عشان ما بيصير.
والله يا ندى يعني في منطق بكلامها لصابرين. بس يعني انت ليش دخلتي الرجل اللي عندك على البيت؟ واحد قال لي معلش انا عايزك في موضوع حتكلم معاكي فيه، ما كملنا. روح جيب زوجتك. ماشي، بس في اوقات كتير هو بيجي يحضر في مشاكلي مع محمود. يعني بيكون في اوقات لوحده وبيجي هو وبيكون بيحل، بس بسبب اولادي بعيد عني، حياتي تفركشت، دنيتي باظت، كل شيء راح. ليه؟ سببها هي ليه؟ أنا لما بدخل وبلاقيه عنده بحكي معه بيضربني، حصل انفصال. هو ضربك؟ هو ضربني إلي لما حكيتيها؟ لما ضايجته، لما غضبتي وشتمتيهم وكذا وصرفتي ايه ضربك؟ وصار في انفصال؟ بالضبط. تركتيه؟ بالضبط، وأخذ مني أولادي. نعم. هلأ مع جدتهم. نعم. بسبب مين؟ كل هادول ليه؟ بنتي لما تكون بعيدة عن حضني، لا. أنا شو استفدت؟ صحيح. أنت عارف يعني إيه بس بنت طيب بعيدة عن أمها؟ ما علينا بالصبي، البنت أكيد بنت بحاجة، والصبي بحاجة لأمه، اثنين بحاجة لأمه، وبعدهم صغار 4 سنوات وسنتين بعدهم تقلي بس لحظة يعني أنت عم تحمليها هي كل الذنب. لا، بس زوجك هو المذنب. أكيد هي يمكن عن طيبة فتحت الباب، وبتصير كل ستات العالم إذا ما فيش نية وفي صداقة بيفتحوا الباب، مش معناتها أنه بده يحصل شيء أو في شيء بين بعض. هلأ ما بتعتقدي أنك غضبتي أنت وتجاوزتي الحدود ورحتي على البيت وصرختي عليهم ولحتى زوجك ضربك؟ عشان ما كان بيصير إلا هيك. طيب بس كمان ما أنت في خطأ عليك شوي، ما تحملي الخطأ كله على غيرك. لو أنت بهالوقت كنت مكاني إيه؟ كنت بتعمل هيك وبتعمل أكثر من. ليش بدي أعمل؟ شو شفتهم بشكل مشبوه؟ فتحتي الباب لقيتي الست عم تعمل شاي. ما بيصير. احنا طلعنا على مبدأ وطلعنا على عريانين بالبيت. لا طلعنا على مبدأ وأصول إن الست والراجل ما بينفع يتسكر عليهم باب واحد. يا شيخ ما بيصير يا شيخة صرنا بالقرن 21. لا. الناس ما بقى عايشين بالخيام، الناس عايشة ببيوت، وبيوت محترمة وفيها صالون وقاعة جلوس وفيها غرفة نوم وفيها مطبخ بيعمل شاي. شو هالقصة يعني أنت كمان؟ على كل حال هلا ما راح أدخل أنا بكل هالتفاصيل هيدي، نرجع نغير عاداتك وعادات الناس. بس في شيء منطقي، هذه السيدة اجت خصوصي أمام ملايين الناس حتى ترجع لك اعتبارك أولا، حتى تعتذر منك ثانيا، وحتى تقول لك أنا اشتقت لك وبدنا نرجع زي ما كنا ثالثا بقى. ويمكن تلعب دور يا ندى، أنت فيك تلعبي دور بعد مشان يعني هذه الست صابرين عايشة مأساة زي ما قالت، عايشة مأساة إنه زوجها تركها، أخذ لها الأولاد، صارت لوحدها محرومة من أولادها، من ابنها وبنتها. هل فيك تلعبي دور بعد انك ترجعي هالامور، ترقعي هالامور، ترجعيها زي ما كانت؟ على اتم الاستعداد اذا كيف هي يعني؟ وافقت اذا هي وافقت. بس كيف على اتم استعداد؟ قولي لنا. اعتبري انه اعتبرناكي غير مذنبه واعتبرناكي انك مظلومه، بس قولي لنا كيف ممكن ترقعي الامور. يعني انا بفتكر لك حاجات كويسه، بفتكر لك مواقف كثير معايا، انك انت على الاقل ما تشكيش فيا او تفتكري ان انا ممكن اوصل لك الاذى هذا، انه بيتك يتخرب وجوزك يبعد عنك واولادك يبعدوا عنك. فانك انت لازم تقعدي معايا ولازم تصفي لي ولازم اسمع لك وتسمعي لي، انك تديني مجال احكي معاكي. يبقى انا بحلفك في بنتك جنى اللي هي روحك، انا بحلفك بجنى اللي هي روحك. انا عارفه انك انت لو قلتي حاجه ما بترجعي فيها، ولو صفيتي ما بترجعي، حتى مش قدام الجمهور، تكوني صفيتي لي بحق، تديني الفرصه هذه وتسمعي لي. ندى سألتك سؤال أنا، هل أنت بمقدورك تلعبي دور إنك تحلي لها مشكلتها لصابرين؟ اللي أنت سببتي لها إياها.
كيف يعني؟ قولي لنا كيف، علي صوتك بدي اسمعك. في مجال ان احنا لما انا اتصالح انا وهي وتسمع لي واسمع لها، في الحاله هذه انا ممكن حتى اتدخل بينها وبين جوزها زي ما كانت تتدخل زمان هي وجوزها، انها تصلح ما بيني وبين جوزي، انا اصلح بينها وبين جوزها. بتصور انه اذا حطيتي مشكلتك على مشكلتها بتروق تنحل المساله، بتصور هيك. شو رايك انت؟ هي حلفتني باغلى شيء عندي. جنى، اسم حلو كثير جنى، الله يخلي لك اياها. الله يرضى. كثير حلو. وبشار كمان ما شاء الله، الله يخلي لك اياه. الله يرضى. قديش الك ما شفتي يوم بشار؟ بقالي يعني في حدود 5 6 7 شهور هيك. 7 شهور؟ وعم بتحاولي بس ما عم تقدري. طبعا ما فضل. ان شاء الله بركي اذا كانت كتفتي قلتي وياها ورجعتوا اثنينكم اصدقاء مثل ما وجيتوا هيك بعزم وبطموح، جيتوا على مصر، ان شاء الله تقدروا تحلوا هالمشاكل. انا برايي ما بدي اضغط عليكي، بس وحتى ما رح اقول لك شو رايي، بس هل بتحبي تسامحيها؟ خلص انا سامحتها، طالما حلفتني بجنى سامحتها. سامحتيها؟ سامحتها. برافو عليكي، برافو عليكي. وهي موجودة هون. تعالي. لو بتشيلوا هالنقاب لأنه حاطينه مش دايما هن بحطوا نقاب. شو هلا بعدك زعلانة مني؟ بعدك زعلانة مني؟ قولي لي بعدك زعلانة مني؟ خلاص عاد. لا خلاص؟ لا ما زعلانة منك. مانك زعلانة مني؟ لا ما زعلانة منك. يلا ان شاء الله تبقوا مع بعض ان شاء الله، وبترجعوا يد واحدة بتواجهوا هالحياة مع بعض. اوكي؟ بالتوفيق ان شاء الله. الله يعزك. اوكي، شكرا على ثقتكم اثنينكم، شكرا. هذا هي المسامح كريم، يعني بيجوا اثنين تشوفوا بالاول انه في عناد وفي بعد وفي جفاء وفي يمكن حقد، بس الحمد لله بخلال ربع ساعة تذوب هذه المشاعر. تشوفوا يعني الانسان، وخاصة نحن العرب قديشنا عاطفيين. الى اللقاء في قصة جديدة.